المثل بيقول ما ينفعش تعمل من الفسيخ شربات، بس انا عملت منه كيكه او تورتايه صغيره شكلها حلو قوي، بس هي في الاول وفي الاخر طعمها فسيخ. وده يعني خلاني افكر، احنا قابلنا في حياتنا ناس كده كتير اكيد. كام واحده منكم قابلت الراجل اللي كانت متخيله ان هو هيبقى فارس احلامها، شكله حلو بس طلع طعمه زي الفسيخ؟ وكم راجل شاف ست وانبهر بيها بس في الاخر بعد ما عاشرها طلعت طعمها زي الفسيخ؟ ما تتخدعوش بصورة الكاميرا بتطلع الصورة حلوة، ما وراء الكاميرا هو ده اللي بيبان مع العشرة. الناس بتبان لما تعاشرها. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. معلش اسف والله حقكم عليا ان انا قلت لكم كلام فيه فلسفة اول يوم العيد، بس شكل تورتة الفسيخ شكلها حلو قوي بس هي طعمها في الاول وفي الاخر فسيخ، فده اللي خلاني اقول الكلمتين دول. لكن عموما يعني دي عادة من عادات المصريين ان احنا في عيد الفطر بنفطر الفسيخ والرنجة وسلطة الفسيخ وسلطة الرنجة والحاجات دي. في ناس بتحبها وناس ما بتحبهاش، وناس هتعلق تقول يا دكتور انتوا بتاكلوا مش عارف حاجة منتنة حاجة معفنة. وناس تقول لك لا احنا بنحبه. يعني الناس مختلفة في الأذواق. وتاني عيد سعيد عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. وطريقتها سهلة خالص بسيطة اهي، هتشوفوها في الفيديو مش محتاجة شرح. يومكم سعيد. العيد فرحة وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها سعدنا بيها.